عبد الرزاق حمد الله هو اللاعب المغربي الوحيد اللي خلق واحد ضجة كبيرة وداير روينة في السعودية. واخا كاين بزاف ديال النجوم ولكن حتى واحد فيهم ما داير ضجة بحال حمد الله. حكاية ما عاد حمد الله هذا. منو حمد الله؟ تعال بالملعب والله لهينك. الوعد الخميس يا بكاية، الوعد الخميس. ابي حمد الله البكاية بالخميس. اسمع يا خاين، الوعد الخميس. وش راح تسوي يا خاين؟ حنا كبرنا حمد الله، حنا تصغر حمد الله. شوف شيء نهائي. حمد الله بيبكي داخل الملعب. النصر عند حمد الله وبيدله بالملعب يوم الخميس بدله. واخا سابقا غادر فريق النصر السعودي والتحق بفريق الاتحاد السعودي، وحاولت النصر تعوضه وجابت كريستيانو. ولكن كانت النتيجة هي فوز فريق الاتحاد بالدوري، وكان الهداف ديالو حمد الله. ومن بعد ما تعاقد فريق الاتحاد السعودي مع كريم بنزيما اللاعب السابق لفريق ريال مدريد، خرج بزاف ديال الجماهير كيطالبوا برحيل حمد الله. بدك اليوم يجيكم بنزيما في الاتحاد بس يروح حمد الله. اكيد بنزيما ما كان والله يا رجل يمشي حمد الله. لا طبيعي بنزيما. ايوه اتنازل ليه ما اتنازل؟ صح له تاريخ حمد الله لكن خلاص. لا عادي خلاص. ما تقارن بين بنزيما ولاعب سوبر ستار بلاعب يعني صعبة صراحة، بس في الأخير أقول صح لازم. ايوه صح، يكون بنزيما يجي وحمد الله خلاص. أكيد واحد أكيد. والله شوف صراحة بنزيما نجم كبير يعني شيء معروف يعني. ولكن في المباراة الأخيرة لفريق الاتحاد خرج مدرب الاتحاد في ندوة صحفية وقال بلي عبد الرزاق حمد الله هو شأن داخلي وطلب الرحيل. حياكم الله من جديد اكشن مع وليد، ونروح لليوم المؤتمر الصحفي لنونو سانتو بعد المباراة. تكلم في موضوع مهم جدا، الكل يتساءل وين حمد الله يا عبد الله؟ موجود، كان يتابع المباراة في المنصة. ايوه طيب، بس نونو سانتو اول واحد الان يعطي تعليق ايش اللي صاير مع حمد الله. حمد الله هو صوت انترنو. حمد الله هو شأن داخلي. موضوع حمد الله هو صوت انترنو، هو شأن داخلي. vamos resolver لا نحله como clube مع النادي com pessoas honestas, مع الأشخاص الأمناء، porque no Etihad لأن في نادي الاتحاد só está فقط يوجد só fica فقط quem quer سيبقى ficar. من يريد البقاء. ولكن بعد ما خسر فريق الاتحاد المباراة الأخيرة ضد الهلال السعودي اللي عرفت غياب حمد الله وضيع بنزيما ضربة جزاء، هادشي اللي غادي يخلق واحد التفرقة كبيرة بين جماهير الاتحاد. إذا في مهاجم بيرجع الاتحاد للبطولات بيكون اللاعب عبد الرزاق حمد. الكلام ذا كنت أردده من مدة طويلة، ونزلت المقطع شهر 1 يوم 28 قبل نهائي كأس السوبر، وبالفعل حمد الله حسم نهائي كأس السوبر، من أبرز المساهمين في تحقيق الدوري لنادي الاتحاد. نونو سانتو أولا يا أخي حرام عليك، ما في أي تكتيك فرضية الملعب وتقوم باستبعاد عبد الرزاق حمد الله النجم الأول في الفريق. هو لولا عبد الرزاق حمد الله والله الاتحاد كان من الممكن إنه ما يحقق لقب الدوري. عبد الرزاق حمد الله في البطولة أفضل ثنائية كان يقوم بها هو وكريم بنزيما، تقوم تستبعده وبعد المباراة تطلع بتصريح من يريد البقاء في نادي الاتحاد سيبقى. يا رجل يا أخي تعامل مع اللاعبين بشكل ممتاز. لو يبيع حمد الله راح يضيع. قول لي ليش؟ مو عشان حمد الله هو اللي شايل لك، لا بس بنزيما قاعد يسوي نفس رومارينيو. حمد الله هو الوحيد اللي جوا الصندوق. انا ماني قاعد اقول لك لانه هو الخرافي اللي شايل لك الليله، لا بس حمد الله هو الوحيد اللي قاعد يلعب جوا الصندوق. بنزيما ورومارينيو نفس الادوار بالضبط. هذا بنزيما مضيع لنا بلنتي. سلامات يا جماعه، ايش في يعني انا بس قاعد اتخيل لو حمد الله موجود اليوم، والله العظيم قاعد اتخيل لو كان موجود كم حيجيب، كم كانت النتيجه. يمكن الاتحاد 3 والهلال 0 كمان مو 1. قسما بالله انا ما اتعصبت كده في حياتي من فتره كبيره جدا. مش عارف ابدا كلام من فين ولا من فين، بس هبعد التحكيم دلوقتي. اول حاجه مبروك لجماهير الهلال الفوز والتاهل لنص النهائي، وعرض لك لجماهيرنا جماهير الاتحاد احنا اللي بنتعب، والله احنا اللي بنتعب. مش عارف ابدا كلام من فين، مش عارف. زي ما انا بقول هارد لك لجماهير الاتحاد، عايز اقول احنا اللي نستاهل. اتمنى بقى يكون انتقادكم لطارق حامد وحمد الله يكون اسعدكم جدا يعني زي النهارده كده. ولما كنت بقول ان اللعيبه دي هي اساس ان احنا نشيل الدوري محدش كان مصدق.
اقول لي كده عزيزي، فين الهجوم النهارده في غياب حمد الله؟ فين الهجوم في غياب حمد الله؟ فين بنزيما؟ فينه؟ حتى ضربه الجزاء جت وضيعها. الناس مستغربه ان بنزيما بيضيع عادي، مع انه كان بيضيع عادي مع ريال مدريد. الماتش اللي فات كنت قلقان جدا ان هو يشوط ضربه الجزاء، وقلت الحمد لله ان هي عدت على غيره وجابها هدف. النهارده بنزيما في الملعب تحس ان هو بيلف حواليه بيدور على حمد الله. الراجل ده كان قاعد بيحارب لوحده في النص الامامي كله. وفي الاخير كيبقى حمد الله هو واحد الهداف كبير في الدوري السعودي، ومازال غادي يندموا عليه فريق الاتحاد الى فرطوا فيه. وما تنساش تخلي واحد لايك واشتراك في القناه، وشي كومنت تعبر فيه رايك في قضيه حمد الله. وشكرا على المشاهده.